السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خروج الإرهابيين والمجموعات الإرهابية التابعة لفلول النظام، والتي كانت تشكل العصب الرئيسي لداعش على مدى سنوات الثورة السورية، خرجوا الآن بالآلاف لتهديد الأمن المجتمعي، لتهديد السلم الأهلي، لقطع الطرقات، للاعتداء على المشافي، للاعتداء على الأمن العام، للاعتداء على كل شيء. هاي المجموعات كانت سابقا تعمل كمجموعات على أساس هن داعش. أصحاب الأقلام المسمومة مثل رامي عبد الرحمن وغيرهم اللي جالسين في أوروبا تنتقل لهم الصورة بمنحى أو مشهد آخر، أو حسب ما يروه، أو حسب ما يتقبله الإعلام الغربي. الموضوع باختصار يسلط الضوء على حماية الأقليات، يسلط الضوء على الانتهاكات أو أي أخطاء بتصير. طبعا في كل جيوش العالم هناك أخطاء، ما أحد معصوم إطلاقا، لأنه اللي عم يتعاملوا الجيش الأمريكي عنده أخطاء، وأفعال أبو غريب موجودة. نحن ما بننفي أنه هناك في انتهاكات أو أخطاء وقعت، نحن ما بنقول ما بتصير، هذا جيش وهناك أمن وهناك شعب شارك بحماية الدولة. الموضوع الآخر، أصحاب الأقلام المسمومة هاي لا يروا وجود قاعدة تحميمهم كيف حمت هؤلاء الإرهابيين. هذول الإرهابيين اختطفوا مجموعات من النساء والأطفال وعملوهم كدروع بشرية ودخلوا قاعدة تحميمهم. الناس اللي معهم من أطفال ومن نساء هذول عبارة عن ناس اختطفوهم فعلا، لأنه هاي المجموعات الإرهابية اللي كانت العصب الرئيسي تشكل تنظيم داعش أصبحوا الآن بتنظيم آخر وفتنة أخرى. روسيا والقاعدة الروسية بعد ما دمرت البنية التحتية لسوريا في كل سوريا، بعد ما قصفت المشافي، قصفت المساجد، قصفت الكنائس، قصفت كل شيء ودمرت كل شيء، حاليا تخرج علينا لحماية مجموعات إرهابية. هاي المجموعات إلى تواصل مع ضباط داخل القاعدة العسكرية الروسية في حميمين، لأنه هن كانوا يشتغلوا كلهم ضمن منظومة واحدة. اثنين، موضوع أصحاب الأقلام المسمومة من أمثال رامي عبد الرحمن وغير رامي عبد الرحمن وأصحاب الأقليات وأصحاب اللي جالسين في أوروبا، المشهد مختلف تماما. ما يجري على الأرض حاليا مختلف، ويختلف اختلاف جذري عن ما تنشره أصحاب هذه الأقلام وأصحاب الفتن. الموضوع باختصار، مجموعة خرجت على الدولة، قطعت الطرقات، هددت الأمن السلمي، هددت الأمن المجتمعي، اعتدت على المستشفى، توصلوا لمرحلة أنه سمموا مياه الشرب في مدينة في بعض الأماكن، اعتدوا على بيوت الآمنين، سواء من علويين اللي ما يقبل يطلع معهم من العلويين أو ما يقبل يقاتل كانوا يقتلوه، وقتلوا أكثر من 400 إنسان. هاي أصحاب الأقلام المسمومة هاي ما بتشوفها. رامي عبد الرحمن هذا الموضوع لا يرى إطلاقا. ليش؟ ما إله ترويج عالمي. أما إذا دس كلمات الإسلام في الموضوع، هذا بيختلف الموضوع تماما. وبتمنى من الجميع التركيز في هذا الوقت. المجموعات اللي خرجت على الدولة السورية حاليا وهددت المجتمع والأمن السلمي في سوريا حاليا، هي هاي المجموعات اللي كانت تشكل العصب الرئيسي لتنظيم داعش وتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية. وشكرا لكم، وبتمنى هاي الصورة وبتمنى هذا المنشور يلاقي آذان صاغية وناس واعين تماما لما يجري في سوريا. وشكرا لكم، الله يبارك فيكم.